أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: فضيحة صحية في فاس، مداهمة مروعة تكشف عن لحوم فاسدة ونقانق مجهولة المصدر تهدد حياة المواطنين. قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنساوش من الفيديو اشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما كل جديد. قامت السلطات المحلية والأمنية في فاس بمداهمة محل لصناعة النقانق في حي كريان الحجوي مساء السبت 22 فبراير، حيث تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا لسلامة المستهلكين. وشملت العملية حجز كميات كبيرة من النقانق ولحوم ودجاج فاسد كانت معدة للبيع في عربات الوجبات السريعة أو للتوزيع في فاس. كما تم العثور على حوالي قنطارين من اللحوم البيضاء والنقانق مجهولة المصدر في محلات تاجر بسوق مارش الكريان، مخزنة في ظروف غير صحية تنتهك قانون حماية المستهلك. تمت العملية بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية أنصا والسلطات الأمنية، التي قامت بحجز وإتلاف المواد الفاسدة وإعداد تقارير لإحالة المتورطين للجهات المختصة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات للحد من التلاعبات التي تضر بصحة المستهلكين، خاصة قبيل شهر رمضان.